بيان فضيحة. بيان فضيحة. يعني من شوية موقع اتحاد الكرة الرسمي أو صفحة اتحاد الكرة الرسمية على السوشيال ميديا نزلوا بيان إن هم هيستخدموا حكام أجانب، ووافقوا على استخدام حكام أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك في نص نهائي كأس مصر. والبيان كان نازل صورة كده وكتبوا ضمنه ان تم الموافقة على جلب حكام اجانب، ولان سيراميكا كليوباترا قدم طلب لجلب حكام اجانب من اسبوع. وسابوا البيان زي ما هو، والدنيا كانت ايه زي الفل يا باشا وصباح الفل. وقالوا ان هم هيروحوا لرئيس لجنة الحكام علشان يشوف بقى او يرشح حكام اجانب لهذه المباراة، وان سيراميكا كليوباترا هيدفعوا فلوس التحكيم الاجنبي اللي هم عايزينه في مباراة الزمالك، وهم اللي طالبين كده علشان يبقى يعني في نزاهة في التحكيم بالنسبة لسيراميكا كليوباترا. يعني نص ساعة بالظبط والظاهر حد اداهم تليفون قال لهم يا نهار اسوح ومنيل. قالوا له في ايه؟ قال لهم يا نهار اسوح. قالوا له في ايه؟ قال لهم دلوقتي انتوا كاتبين ان سيراميكا طلب تحكيم اجنبي من اسبوع. قالوا له اه مش ماتش سيراميكا، هو الجونه كان يوم 15 مارس والزمالك كان بيلعب سموحه من 15 مارس والنهارده 22 اللي هو الجديد، يبقى اسبوع. ايه اللي حصل؟ بنعرف نحسب يعني؟ امال فاكرهم 6 ايام ولا ايه؟ قال لهم لا، هو انتوا قلتوا ان انت لو عايز تحكيم اجنبي في مباراه اطلب قبلها باسبوعين، وطبق يا باشا لائحه وكلام، ولازم يا باشا تطبق قبلها باسبوعين، واحنا ماشيين على قواعد ولوائح واعمال اداريه معينه وهكذا. فقال لهم ايه؟ يا نهار اسوح يا نهار اسوح، خلاص هنعدل البيان. راحوا منزلين بيان جديد اسوأ من القديم. هتقول لي ايه؟ اقول لك القديم كانوا هم صرحة وقالوا يا جماعه ده من اسبوع، واعترفوا على نفسهم بنفس ذات نفسهم. راحوا منزلين بيان وقال لك ايه؟ غيروا بس الكلمه، بدل اسبوع ان سيراميكا كليوباترا طلب الحكام من اسبوعين مش من اسبوع. يعني سيراميكا كليوباترا هطل احنا بقى كان بيخمن ان هو وعارف انه كده كده هيعدي من الجونه، والزمالك كده كده هيعدي من سموحه، وان هو هيلاعب الزمالك، فطلب قبل مباراته مع الجونه باسبوعين ان هو عايز تحكيم اجنبي، ويروح يودع فلوس التحكيم الاجنبي اللي تقريبا ممكن تبقى 70,000 دولار، اللي لو اتكلموا حكام وخدوهم مش هينفع يرجعوهم تاني. فسيراميكا خمن بقى، فاهم؟ من يوم 8 او 15 قبلها ايه 8 مارس. فطبعا ده يعني لو جبت عيل صغير عنده 5 ايام وقلت له يا حبيبي اتحاد الكرة شال البيان وقال لك لا ده مش من اسبوع ده من اسبوعين، وسيراميكا اصلا ما كانش عارف ان هو هيكسب، ولا الزمالك عارف ان هو، ولا سيراميكا عارف ان الزمالك هيكسب، وهو خمن ان الزمالك فقدم السبت وادى الفلوس وعمل. طبعا اكيد 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 النادي الاهلي هياخد المستند ده وياخد الايديت قبل وبعد، وهيقدمه للجنه الاولمبيه. ولو اللجنه الاولمبيه ما حكمتش للاهلي في الموضوع الاخير ده هيطلعه للكاس او المحكمه الرياضيه الدوليه، وهتبقى فضيحه. فانت اخطأت خطأ ومش عارف تصلحه، فلما جيت صلحته عكيت الدنيا. وعندي سؤال، انت فرق معينة قبلها بأسبوع، وفرق قبلها بأسبوعين، وفرق ب6 أيام، وفرق يعني أنا مش فاهم هل ده منطق؟ يعني أنت بتعمل كده فعلا كاتحاد كورة؟ يعني هي فرق وفرق؟ أنا بسأل، أنا بتساءل، هي فرق وفرق؟ مش فاهم. فطبعا هم يحاولوا يطلعوا يقنعوك ان ده كان خطأ كتابي او مطبعي من احد الناس المسؤولين عن السوشيال ميديا، وبعد كده هيقول لك الاسبوعين سيراميكا كانوا بيأمنوا من بدري عشان لو صعدوا قدام الزمالك، وهم ما دفعوش حاجة ومش هيدفعوا غير لما الحكام يجوا، ومجرد طلب واحنا وافقنا على الطلب. وزعبلات يعني، وزعبلات. ف يعني بجد اتحاد الكورة ورابطة الأندية ولجنة المسابقات أنا مش عارف هم ليه مستمرين. يعني أنا بتساءل يوميا، بتساءل يوميا صباحا ومساء قبل الأكل وبعده، هم ليه مستمرين؟ كمية الفشل الذريع ده ليه مستمرين؟ يعني هنشوف. أعتقد إن أيام
المسؤولين عن اتحاد الكوره ورابطه الانديه والمسابقات داخل اتحاد الكوره وداخل رابطه الانديه اصبحت يعني محسوبه او معدوده، مش هيكملوا في المنصب اللي هم فيه كاتحاد كوره او رابطه انديه. واعتقد في فتره وجيزه، مش هقول كله بس عدد منهم ليس بالقليل، يا يتم اقالته يا هيقدم استقالته، لان الموضوع فرط. مش هحاول اطول اكتر من كده. كان معكم سيرك عمرو عاطف، صفحه صاحب الكوره. اشوفك ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.